السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرخة اللي انا قلت لكم عليها النهارده اهي، اللي هي كانت واقفة كشة، اللي انا كنت حطاها على رجلي ذبحتها. ما استنيتش ان هي تموت، الصراحة خسارة، قلت انا اولى ان احنا نذبحها يعني، لان في 2 ماتوا قبلها. اول حاجة عملتها بقى اكتشفتها، ربنا يعزكم، بصوا دي الحصالة بتاعتها، هي واكلة غلة، بس انا مش عارفة ايه الدم المتجلط اللي جوه ده. دي اول حاجة انا خدت بالي منها، دي الحصالة. ودي الفرخه قدامنا الحمد لله اهي، لونها كويس، ما فيهاش اي حاجه، لونها نظيف وابيض. هفتحها قدامكم بقى وهنشوف ايه اللي جواها. افتحها بالراحه اهو، نشوف بقى جواها كان في بيضه، جواها كان في ايه، ايه اللي عامل لها الازمه دي. معلش بقى ايه، انا مديه التليفون لبنتي، احاول افتح جامد. بصوا بقى، دي صفاره، شايفين الاصفر ده؟ دي بيضه ومفرقعه، صح؟ دي بيضه ومفرقعه. قربي كده يا مريم عشان يشوفوا. طب وقفي، انا هطلع الحاجه. بصوا بقى يا جماعه، انا فتحتها اهو، من جوه نظيفه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه الحمد لله. اخدين بالكم؟ ادي اهو البيضه اهو، عنقود البيض جوه. اللي انا واخده بالي منه ان في بيضه متجبنه اهي ومفرقعه، بيضه متجبنه ومفرقعه. وادي اهو البيض جوه اهو. ايه بقى سبب تجبن البيضه دي؟ فرقعت جواها ازاي؟ ده اللي انا لسه هدور بقى. بصوا ما شاء الله، بصوا بصوا ما شاء الله البيض. ربنا يعوض عليا، والله بجد ربنا يعوض عليا، لان انا كنت مستنيه الخير يجي بتاعت الفراخ، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. اهو لسه بقى هعرف، انا حبيت اوريها لكم، هي نظيفه وزي الفل اهي من جوه، ما فيهاش اي سواد، ما فيهاش اي حاجه. الكبد زي الفل اهو، اهو ادي الكبد زي الفل اهو، ما فيهاش اي حاجه. ايه بقى تجبن البيضه دي؟ بيضه متجبنه اهي، هعرفه وهقول لكم السبب بعد كده. يلا السلام عليكم ورحمه الله.